صباح الخير، صباح الفل، صباح الطاقة الإيجابية. عاملين ايه حبايب قلب ام محمد ومحمود؟ شكرا على اللايكات الجميلة والكومنتات الحلوة. ايه ده يا ام محمد، انت جايبه لنا خاتم؟ خاتم دهب زي شايفين الخاتم ده. عايزين نجيب خواتم زيه يا ام محمد. هنجيبها ازاي؟ هقول لك ان شاء الله هتجيب الخاتم ده ازاي. بس انا عايزه اقول لك على حاجه. طلب مني ان انتوا توصلوا الفيديو 10000 لايك يا جماعه. ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان انتوا بتخشوا الفيديو وبتنسوا الاشتراك في القناه. الخاتم اللي انا بوريه لكم النهارده ده خاتم اختي، مش ختم، عشان نبقى ايه صراحه مع بعض. هي جايباه من حوالي 10 ايام، كان عامل 5 جرام. قطع فلوسه قد ايه؟ كان عامل 16000. تمام. فانا النهارده جبت لك فكره، انا بوضح لك شكل الخاتم اهو، ربنا يبارك لها فيه يا رب. وقلت اقول لك النهارده فكره تقدري ان انت تجيبي بيها الخاتم. بس احنا مش هنجيب بقى 5 جرام، يعني احنا ممكن نجيب 3 جرام، 4 جرام. ممكن اقول لك على فكره برضو، هي فكرة جمعية او فكرة تحويش. هي فكرة تحويش. هنحوش ازاي يا ام محمد؟ يعني انا مثلا هقول لك على ازاي تحوش 10000 جنيه. 10000 جنيه يا محمد؟ ايوه، 10000 جنيه من الفلوس الفكة، من 10 جنيه وال5 جنيه وال30 جنيه وال40 جنيه وال50 جنيه. بدل ما حد يجي يقفلك على الباب ويقول لك انا عايز فلوس الجمعيه، او تبقى ملتزمه قدام حد، لا، انتوا ملتزمه قدام نفسك. كل حلم بيبدا يا جماعه بدايته فكره بسيطه جدا. احنا نديك الفكره وانتي دوري على حلمك، محتاجه تجيبي ايه. انا النهارده بتكلم على الذهب، ما بتكلمش على حاجه تانية، ما بتكلمش على الهدوم ولا على الجزم ولا على اي حاجه تانية. هتقولي لي في الغلا ده يا ام محمد هنقدر نحوش ونجيب ذهب؟ هقول لك في الغلا ده هتقدري تحوشي وتجيبي ذهب، يا دوبك اللي داخل على قد اللي طالع، ويا دوبك على قد الاكل والشرب والمصاريف. والله انا ما اقولكيش حطي لي مبلغ كبير كل يوم. انت حضرتك بتفكي ال 100 جنيه ما بتتبقاش معاكي منها ولا جنيه، يعني بتخلص في ساعتها او بتخلص في يومها. لو معاكي 50 جنيه بتخلص في يومها. طيب قولي لي اوفر من ايه؟ انا قلت لك قبل كده في فيديو لو في حاجات كتير موجوده عندنا في البيت نقدر. ارجعي للفيديو هتلاقيه تحت في القناه. خدي لفه في القناه وان شاء الله الفيديو هيعجبك. هتقدري ان انت تبيعي الحاجات ديت وتستفادي منها. كمان ممكن نوفر في الاكل زي الفطار والغد والعشاء. الفطار والعشاء مش ضروري تجيبي فطار من بره كل يوم ب50 60 جنيه. احنا ممكن نعمل فطارنا في البيت، حته جبنه، بطاطسايه، اعملي الفول، ربي لك فرختين بلدي، وفري فلوس البيض. ماشي، حاجات كتير ممكن تشتغلي منها وتعملي منها فلوس وانتي في البيت. طبعا لو قرصت على نفسك واستعنتي بالله، اهم حاجه الاستعانه بالله. احنا ما بنعملش حاجه اكتر ان احنا بنقول يا رب احنا ناويين نعمل كذا، وربنا هو اللي بيعيننا وبيسددنا، لان احنا بنعمل حاجه كويسه وما بنأذيش حد. تمام. انا النهارده استعنت بفكره بسيطه، وهقول لك كمان ايه اللي هيساعدك ان انت تقدري تمسكي نفسك، يعني تحطي الفلوس وما تقربيش منها وما تمديش ايدك عليها. ماشي. احنا بنحط الاولويات. بتحطي الاولويات يا حبيبه قلبي زي ما انت شايفه كده. اول حاجه بتمسكي المرتب بتاعك او الفلوس اللي انت بتصرفي منها، وبتحطي الاولويات الفواتير والاكل والشرب والحاجات ديت. لا غلط، احنا الاول لازم نطلع 10% كل شهر من الفلوس. ماشي. وقبل ده كله لازم تطلعي صدقه. طيب انا هقول لك النهارده فكره من الفكه ممكن تعملها انت واختك، انت واصحابك، انت واولادك في البيت. جمعي اولادك وجمعي زوجك في البيت، قول لهم انا عندي فكره، محتاجين نجيب 2 جرام دهب يا اولاد، عشان يبقى حاجه مسدودين عليها في البيت. كله هيشارك ب10 جنيه، واللي هيشارك ب5 جنيه، واللي هيشارك ب3 جنيه، واللي هيشارك ب4 جنيه، وزوجك نفسه هيشارك. لما بيلاقيكي انت بتحوشي وبتدبري وقلتي له على الفكره هيساعدك والله صدقيني. فابدأي معايا بالفكره هقولك عليها، وهقولك ايه اللي هيساعدك كمان. بس انت بتنسي تحطي لي لايك وبتنسي تدعي لي دعوه حلوه من قلبك. ليه؟ ربنا يشفيني يا رب ويشفي ابني ويشفيكم ويوسع عليكم ويدوكم من ارض للسماء. هقولك على الفكره حالا. الفكره يا محمد شوقتيني. طبعا الكشكول ده اللي احنا بنستعين بيه في كل حاجه. ماشي. انا هبدا افتح معاكم الكشكول اهوت وهوريكم الفكره اللي انا هعملها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا فتحت معاك اهو كل الارقام دي يا ام محمد. هقول لك عليها الارقام دي ايه. على فكره محمود ابني اللي كاتب نص الارقام ديت كده، كاتب هو اللي كاتبها. ماشي. يلا احنا هنخش على الجد هلا هلا عليه. هنخش على الجد. يلا بصي، انا اول حاجه عايزاكي تعمليها ان انت تاخدي معايا الصوره دي سكرين شوت. تمام. ليه؟ عشان تبداي تكتبيها عندك في الصفحه او في الكشكول زي كده زي ما احنا عاملين. الجمعيه بتاعتنا ب10000 جنيه، ب10000 جنيه. تمام. اول يوم باليوم بقى
باليوم. انا قلت لك بقى انت هتجمعي بقى العيال وابوهم وكل اللي موجودين في البيت عندك، هنخش في الجمعيه عشان هنجيب خاتم. هنجيب خاتم قد ايه يا محمد؟ ال 10000 جنيه هيجيبوا لنا خاتم قد ايه؟ ممكن يجيبوا لك خاتم جرامين ونص، تمام، وممكن يجيبوا لك خاتم 3 جرام لو هتجيبي عيار 18، تمام. اول يوم حطينا 70 جنيه، تاني يوم حطينا 30 جنيه، تالت يوم حطينا 60 جنيه، رابع يوم 70، وبعد كده 30، وبعد كده 60، وبعد كده 70، وبعد كده 30، تمام. هي دي الفكرة. انا يعني ايه الموضوع ده هياخد منك 143 يوم، هياخد منك 143 يوم. طيب ال90 يوم ب3 شهور، يعني هياخد حوالي 3 شهور ونص او 4 شهور، داخلين في ايه؟ في 4 شهور. طيب انا يا محمد ما بعرفش احوش وبمسك، ما بعرفش امسك ايدي خالص، اعمل ايه؟ هقول لك اهو. بص انا استعنت بايه هيساعدني في التحويش وان احنا ما نمدش ايدينا على الفلوس. دي ايه يا ام محمد؟ هتقولي لي ايه ده يا ام محمد؟ ديت انا حصاله انا جبتها عشان تساعد العيال. دي ما بتتفتحش، دي عباره عن جبس كده زي ما انتم شايفين اهي. دي جبس اهي من ورا، بتحطي فيها المبلغ اللي انت عايزاه، ما بتتفتحش دي حصاله على فكره اهي. الحصاله ديت عامله 20 جنيه. 20 جنيه. انا جبت 3، كل واحد فينا حصاله اهي. دي كمان واحده اهي، بس التليفون مش معدول عشان يجي اهي. برضو حصاله من ورا زي ما انتم شايفين كده، بس دي بتتفتح لها جلده من تحت اهي بتتفتح. دي جبس كده بتبقى رخيصه شويه، ماشي. شايفين دي حلوه ازاي؟ قمر كده وكيوته ازاي، شايفين اهي. دي برضو بتتفتح ده الخرم من ورا، والجلده بتاعتها واسعه شويه، هبقى الزقها انا بشمع اهي، ماشي. مش صعب ان انت تحلمي. الصعب ان انت ما تحلميش ومبقاش عندك امل في الدنيا وامل في ربنا. ثقتك في ربنا ويقينك فيه هو اللي هيساعدك في كل حاجة، هو اللي هيساعدك في كل حاجة. الفلوس ديت اللي انت مستهترة بيها 100 وال80 وال50 والكلام ده كله، الايام هتعدي والفلوس هتنصرف والذهب هيغلى ومش هتجيبي حاجة ومش هتحققي حاجة. كل اللي انا بطلبه منك ان انت تاخدي الورقة دي سكرين شوت، ماشي، هتجيبيها، تمام. ما عندكيش حصاله خالص ممكن تجيبي علبه، اي علبه قديمه. استنى، بصوا دي علبه عاديه خالص، ماشي، علبه بقفلها، تمام. وبجيب العلبه اهيت، بجيب الورقه اللي انا كاتباها وبلزقها عليها، وبخرم العلبه من اي ناحيه، من ورا او من قدام، وببدا احط فيها لو انت ما عندكيش حصاله خالص. طيب انا يا ام محمد عندي الحصاله، حلو حلو، وعايزه احوش فيها برطمان بقى، حصاله من اللي هي المعدن ديت، حصاله بقفل، حصاله بلاستيك، اي حاجه عندك. طيب قبل ما تبداي تدوري على حلمك، لو سمحتي طلعي جزء من الفلوس ديت للصدقه. والله اما تطلعي جزء من الفلوس دي للصدقه، هتلاقي ربنا باعتلك الفلوس ديت من حيث لا تدري ولا تحتسبي، تمام. ما تنسيش الاستغفار والصلاه على النبي. كل طريق بيسهلك ان انت تستعيني بالله فيه، استعيني بالله وتوكلي على الله، وما تخليش حد يحبطك ويقعد يقولك مش هتعرفي ومش هتنجحي ومش هتوصلي ومش هتجيبي، انت فاشله، انت ما بتعرفيش تحوشي، انت ما بتعرفيش، انت مش ناجحه في حاجه خالص. بالعكس احنا ناجحين، وربنا خلق جوانا حته الاراده. الاراده ديت احسن حاجه في الدنيا. بلاش يا ستي تبداي ما تحطيش 100 جنيه، مش قادره تحطي ما تحطيش 100 جنيه، مش هتحطيش 70 جنيه. اقسموهم على يومين، اقسموهم على 3 ايام، اقسموهم على 4 ايام، اقسموهم على 5 ايام. المهم تبدأي، خدي الفكرة وابدأي. عايزة تحوشي 5000 جنيه بس، ال5000 بيجيبوا دهب، وال1500 بيجيبوا دهب. ما تستهونيش بال500 جنيه، والله بيجيبوا. لو برمة حلق لطفل صغير بيجيبوا دهب. ما تستهونيش، اوعي تستهوني بالفلوس. كل قرش هتحطيه هينفعك، والله والله كل قرش هتحطيه في حصالة، في برطمان، في ازازة. كل قرش هتوفريه هيجيله يوم وهينفعك، تمام. حفزي نفسك عشان مش هتلاقي حد يحفزك، مش هتلاقي حد بعد سنين تعب وجري وبتاع هيقولك شكرا. قولي شكرا لنفسك، ابدأي. كل حلم بيبدأ اكيد بدايته فكرة، ما كانش بدايته اي حاجة. الناس اللي عملت ديت ما قامتش عملت على طول، عملوا بعد تعب وسنين وشهور وايام ومجهود. خلي عندك إرادة، ادي لنفسك طاقة ايجابية، شجعي نفسك، طبطبي على نفسك، كافئي نفسك. اما تطلعي صدقة وتتعودي عليها،
يعني اعملي الحاجه، ما تطلعيش صدقه كبيره قوي لو انت مش قادره، اقل حاجه بس دومي عليها، دومي عليها. والله الصدقه بتغير حاجات كتير جدا. دعوتك لربنا في اي ساعه انت عارفه ان فيها الدعاء مستجاب، ادعي قولوا يا رب انه يعمل كذا، عيني على كذا. ما تسيبيش نفسك الايام تاخدك ويبقى عندك 30 و40 و50 و60 سنه وانت ما عملتيش حاجه. لا، اعملي وفكري واعرفي ودبري، واعرفي انت بتعملي ايه. ماشي، اعرفي انت ماشيه ازاي، اعرفي انا هقدر اعمل كده، انا هستحمل شويه. ما بقولكيش استحملي، ما بقولكيش تعالي على نفسك، انا بقولك خليكي قد مقدرتك، شجعي نفسك، البسي كويس، كلي كويس، اهتمي بصحتك. هاتي دهب قدام الناس، ما تحرميش نفسك من حاجه. مش بقولك هاتي دهب صيني، انا مش بقولك هاتي دهب صيني، لعبه على لعبه، اللي هي الخواتم الصغيره بتاعت البيبيهات والحلقان والحاجات ديت بتعمل فرق، بتعمل فلوس. حبه على حبه على حبه هتعملي زي شكاره رز كده، بتتكون من ايه؟ حبه على حبه على حبه. تمام، ادي الفكره معانا النهارده. انا اخر مبلغ حطيته في الايام اللي انا بقولك عليها دي، اللي انت هتحطيه هو ال100 جنيه ده اهي. عندنا بقى ال80 وال50 وال60 وال90. ال90 مش قادره احط 90 جنيه في اليوم، اقسميها، اقسميها على 3 ايام. طيب اقسمي كده، الايام هتطول معاك. ايه يعني ما تطول معاك؟ بس المهم نوصل لحلمنا. لو انت ما حطيتيش ال70 ولا ال60 ولا ال30 ولا ال40، هتوصلي ل10,000؟ مش هتوصلي. لو انت ما شفتيه، انت مش شايفه اللي قدام، انت مش شايفه اللي قدام. شو يعني؟ حطي ادي. بصوا انا عايزه اقول لكم ازاي. يعني مثلا ده حاجز اهوت عن ال10,000 جنيه، ده حاجز عن 10,000 جنيه. عايزه اطلعه او اهد السور ده، اعمل ايه؟ اطلعي واحده واحده، واحده واحده، زي ما بيقولوا كده، واحده واحده. اطلعي واحده واحده بالراحه على مهلك. المهم ان انت توصلي وتستمري، اهم حاجه الاستمراريه في كل حاجه. ما تجيش على نفسك، استمري. انا بشجعك وهتنى اشجعك لحد ما تكتبوا لي في الكومنتات يا ام محمد احنا جبنا كذا، وانا كمان هاجي في يوم اصور لكم اللي انا جبته، واخدكم معايا المحل كمان واصور لكم اللي انتوا اجدع ناس. انا بصوا بحب دعواتكم، بحب كومنتاتكم، بعيدا بقى على اليوتيوب وعن اي حاجه تانية، وبحب دعواتكم ليا. انتوا مليتوا بجد، يعني حاسه ان انا بقى ليا اخوات وبقى ليا اصحاب بيسالوا عليا وبيسالوا على عيالي. ربنا يخليكم ليا وربنا يكبر بخاطركم زي ما انتوا جابرين بخاطري. ان شاء الله في فيديو جديد نازل للميزانيه وهوريه لكم. انا النهارده كنت عامله شويه فطاير للعيال باللحمه كده وهقوم اكملهم، وان شاء الله هنزل لكم فيديوهات حلوه كتيره. بس بالله عليكم ما تنسوش الاشتراك في القناه ودعوه، والنبي ادعوا لي ان ربنا يشفيني بالله عليكم. وما تنسوش بالله عليكم الاشتراك في القناه، واجمل اجمل اجمل لايك لام محمد ومحمود. ربنا يبارك لي فيكم يا رب ويوسع عليكم ويكرمكم. كل اللي يحط لايك لمحمد ومحمود ويحط لي كومنت جميل كده من قلبكم ويشجعني، انا والله العظيم بتكلم معاكم من قلبي وعايزاكي تبدأي وتفرحي، ما تبقيش حزينة ولا تبقي مكتئبة ولا تبقي زعلانة ولا تشيلي هم، لأن ربنا موجود، ويعني ربنا أحن علينا من الدنيا بحالها. أشوفكم إن شاء الله في فيديوهات جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.